بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، شهر رمضان من أشرف وأكرم الشهور عند الله سبحانه وتعالى، والسعيد ذاك المسلم الموفق إلى الخير من كان في هذا الشهر بما يحبه الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والله سبحانه وتعالى يقول لنا أيضا، يذكرنا بعبادة عظيمة في هذا الشهر، ألا وهي عبادة الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيا أيها الشاب، أيها المسلم، أيتها المسلمة، أيها الأخ الكريم، هل عقدنا النية على أننا نكون في هذا الشهر العظيم بما يحبه الله سبحانه وتعالى؟ أنا أعلم أن الوقت لربما طويل في البوسنة، أنا أعلم أن لربما أن النهار طويل على الإنسان في البوسنة ليمتنع بعد أن اعتاد وتعلم على الطعام والشراب وأنه يخرج ويعمل، لكنه يأتي عليه شهر كامل، خاصة في هذه البلدان التي ماذا النهار فيها طويل جدا. أقول هذا الأمر أمرنا به الله سبحانه وتعالى. فبعض الدول النهار لربما فيها قصير وبعضها طويل، لكن الإنسان يحتسب عند الله سبحانه وتعالى في أيام معدودات، في أيام معلومة عند الله سبحانه وتعالى، هي معدودة إما ب29 أو ب30، يمتنع فيها عن ما يحبه وما يتعلق به من الطعام ومن الشراب ومن الأمور مع الزوجة. كل ذلك ماذا؟ يريد الأجر مع الله سبحانه وتعالى. فلا يأتي عليك أيها الشاب، يا أختي الكريمة، أن الإنسان يقول لماذا أنا أترك الطعام والشراب؟ نقول الإنسان دائما يريد أن يظهر تعلقه بالله سبحانه وتعالى. من الذي أمرنا بالصلاة؟ من الذي أمرنا بالصيام؟ من الذي أمرنا بحسن الخلق؟ من الذي يريدنا أن نكون دائما على شيء يحبه الله وهو الإسلام؟ الله سبحانه وتعالى. فهذا الصيام هو لنا فيه الخير، لنا فيه السعادة، لنا فيه أن الإنسان يطهر نفسه عن أمور كثيرة. نجد أن الإنسان في حال الصيام تجد أن نفسه هادئة، مبتعد عن المفاسد، مبتعد عن أمور كثيرة سيئة. لربما أيها الشاب، أيتها الفتاة، لربما كنتم قبل رمضان أو بعد رمضان لربما هناك أمور تعلمتم عليها، لربما هي خاطئة، هي سيئة، لكن رمضان مدرسة، شهر يعلمنا ماذا؟ يعلمنا كيف نصفي النفوس، نهدئ هذا التوتر، نجعل أنفسنا في اطمئنان وفي سكينة وفي إقبال إلى الله سبحانه وتعالى. القضية ليست هي قضية طعام أو شراب، لا، هي قضية تعليم النفس كيف أنك برغبتك، حبك لله سبحانه وتعالى، ابتعدت عن شيء تمارسه في اليوم أكثر من مرة، ألا وهو الطعام والشراب، ثم جئت في وقت محدد حبا لله سبحانه وتعالى تركته. ألست تقدر بعد ذلك على أن تترك الأمور السيئة؟ نعم والله أنا أقدر. ألست تقدر على أنك تبتعد عن أي أمر يغضب الله سبحانه وتعالى؟ نعم. فإذا كنت قادر على ترك الأمور الطيبة لأن الله آمرك في حال الصيام أن تتركها، فلماذا لا نعلم أنفسنا أيها الشاب، أيها المسلم، أيتها المسلمة، على أننا نبتعد عن الأمور السيئة؟ مثل ماذا؟ مثل الكلام السيء، مثل النظر السيء، مثل أنك تستمع إلى أمر سيء، تمشي إلى أمر سيء. كل ذلك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فإذا تعلمت خلال شهر كامل بأنك تجعل نفسك بما يحبه الله سبحانه وتعالى، فأقول بعد ذلك ستأتيك السعادة عند الله سبحانه وتعالى. فشهر رمضان الغاية منه ليست فقط الجوع والعطش وأن الإنسان يبتعد، لا، هي قضية لعلكم تتقون، أي نفعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يتقبل منا الصيام، وأن يتقبل منا الصلاة، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وتقبل الله طاعاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.